حسام غالي جاي، خليكم مكانكم. هنتفشخ يا رجالة. ما هو مش طبيعي اننا نكسب كل ماتش يعني. ده حتى نابولي ما بيعملهاش. ايه نابولي ده؟ ها؟ ده مذكر النابوليا يا اسطى، ما تشغلش بالك انت. ايه النابوليا دي كمان ما تعرفش النابوليا؟ ده هو النابوليا يا ابني اللي هي الكرسي والكنبة وكده يعني. نابوليا يا جاهل يا عديم الثقافة، اهو امثال الكائن ده اللي مبوظة سمعتنا في النادي. اهو بص جبت الكلام لنفسك. قول يا مخيف قول. ده كومباوند جديد لسه نازل، اسعاره نار، بس انا خدت فيه. قصدك خدت فيها؟ تعالى 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 تعالى. ازيكم يا شباب؟ وانا بره سمعت لاعب قال ان احنا مش طبيعي نفوز على طول. جافشه اللي جالي يا كابتن. ما هو انا لو ربيتك وطلع تربية الاهلي مش هتقول كده. ماشي يا عم حارس، وربنا لا استناك بره. الاهلي مش مجرد نادي كورة وفوز وخسارة، لا لا والف لا. الاهلي حياة وناس عايشة امسك كويس لا تتشافت. بتتنفس كورة وبتعيش مع الفريق، والجمهور اللي بيقول الاهلي حياة مش بيقولها هباء. انزلوا اسمعوا الناس على القهاوي بتقول ايه. يلا بينا ننزل دلوقتي. يا متخلف، كابيتانو بيقولها مجازا يعني. صح؟ الماتش ده مصيري وحاسم للجيل الحالي كله. احنا عمرنا ما اتحطينا في موقف زي ده، انتوا اللي حطيتوا نفسكم فيه، وزي ما دخلتوا فيه لازم تخرجوا من الموقف ده وتفرحوا الجمهور. يلا 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 حطوا ايديكم في ايدين بعض. يلا احنا الاهلي، احنا الاهلي.